قبل بدء الفيديو صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. الرجاء الاشتراك والإعجاب بالفيديو لكي نصل إلى 1000 مشترك. تغلب منتخب العراق على ضيفه الإندونيسي بنتيجة 5-1 اليوم الخميس على ملعب البصرة الدولي في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027. وتقدم المنتخب العراقي عن طريق بشار الرسن في الدقيقة 20 إثر تصويبة أرضية لم ينجح الحارس ناديو أرجونتا في إبعادها. وجاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض بنيران صديقة بواسطة المدافع الإندونيسي جوردي أمات في الدقيقة 35 بعد تمريرة علي جاسم. وسجل شاني أنطونيو الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 48 بعد تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لحارس العراق جلال حسن. وأضاف أسامة رشيد الهدف الثالث لأسد الرافدين في الدقيقة 60 بعد تصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء. وخطف البديل يوسف الأمين الهدف الرابع للعراق في الدقيقة 81 بعد مجهود فردي من علي جاسم الذي تلاعب بدفاع الضيوف ثم مرر الكرة إلى الأمين. شكراً على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.